السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ الوضع بقى مقرف جدا جدا في نادي الزمالك. خلاص الوضع بقى مقرف جدا جدا جدا. دلوقتي بقت العملية بقت على المكشوف، ومجلس الإدارة هو أول من يسأل عن اللي بيحصل ده، مش الأهلي ولا اتحاد الكورة. مجلس الإدارة ساكت ليه؟ ما هو عايزين نعرف ساكتين ليه؟ مستخبيين ليه؟ كل حاجة بتحصل قدامكم وانتوا ولا أكنكم هنا خالص، أكنكم جايين عشان تنفذوا مخطط معين. طيب، في سؤال: هو ليه الخطيب ما سابش زيزو مع الزمالك، ولا سيح، ولا ولا حد سرب القعده اللي مضى فيها ولا العقد مع الاهلي؟ وحتى الكلام اللي اتقال مع ابوه مع الخطيب، والوعود والعربيتين ومش العربيتين والاعلانات والحاجات دي كلها، ليه الاهلي سربها وطلع الورق على المسرح كده دلوقتي، بدل المشاكل المحاكم ولجنه الانضباط ومش عارفه فيزا امريكا ايه والولد يتوقف ليه؟ عشان ايه كل ده؟ عشان ايه كل ده؟ ما كان ممكن الاهلي ياخد الولد ده مشفي، مضى ويقول وهو ابوه اتشتم في النادي هو وابنه، وقالوا له اطلع بره امشي، مش عايزين لعب عيال، ياخد بعضه ويمشي، يقول لهم انا مش هجدد معاكم السنه دي، بعد اذنكم انا مكمل معاكم لحد اخر ماتش في الدوري. اكرم توفيق عمل كده في الاهلي، وبن شرقي عمل كده في الزمالك لما كان عندنا. بن شرقي عمل كده في الزمالك واكرم توفيق. انما ليه الاهلي يحطه في حله مشاكل هو في غنى عنها؟ هو يعني انا بسال سؤال: هو هيفرق مع الاهلي انه يلعب في كاس العالم ولا لا؟ مش هيفرق، مش هيفرق. اللي اتضح بقى دلوقتي ان الاهلي حط الولد ده على المسرح بعد قرار الزمالك وبيراميدز ان هم مش هيقبلوا الا خصم 6 بونت من الاهلي. فراح ضارب كرسي في الكلوب للزمالك قبل الماتش بتاع افريقيا 48 سنه، عشان الزمالك يطلع من افريقيا ويتدهور الحال، يبقى كرسي في الكلوب، ويبقى كسر في عمود الفرقه نفسها، كسر جامد. وبيقول لك انا بطلع على كسر، يقول لك انا هو لو جدع عامل لي حاجه مش هوقفه، وهيسافر، وراح مطلع كمان فيزا امريكا بعديها، يعني مسافر مسافر. طلع فيزا امريكا ازاي؟ ايه الجواب اللي خده عشان يطلع بيه فيزا امريكا؟ والله راح لوحده وطلعها سياحه. سياحه ما خدهاش في نفس اليوم. سياحه بعد اسبوع يعمل مقابله انترفيو، بعد اسبوع ولا حاجه يقولوا له خد الجواز بتاعك. انما عشان يطلع من السفاره مع احد مسؤولين الاهلي وهو واخد الجواب، يبقى القصه كلها متعرضه في السفاره برضه. طيب، يبقى ده السبب ان الاهلي ما حافظش على الولد بتاعه وبهدله زي كهربا كده. ما هو بس كهربا المشكله ان كهربا لما طلع بره طلب بطاقه دوليه مؤقته، فبعتوها له الاتحاد الدولي لحد بقى المحكمه والقضايا تخلص ويشوف حاله مع الزمالك وفي الاخر امتص حكم. وبرضه مجلس اداره الزمالك بعد ما مشي مرتضى منصور، بدل ما ياخد منهم بالدولار خد منهم بالقسط وخد منهم مصري، وخسر الزمالك 180 مليون جنيه. طب ده ليه؟ ليه؟ ليه بتعملوا في الزمالك كده؟ انا بطالب كل مسؤول في الدوله خايف على بلده، وانا عارف ان الدوله ما يرضاهاش ان يعني احدى القلاع الرياضيه المحترمه الكبيره في افريقيا والوطن العربي وفي مصر يحصل لها كده بسبب نادي عايز يبقى هو البطل لوحده، مش عايز حد معاه. حل الزمالك الفلوس، وكل مركز او كل مؤسسه جوه النادي يديرها واحد فاسد، واحد ما يفهمش حاجه. كله وقع، كله وقع، كله وقع بسبب مجلس اداره مش عارف هل متعمد ولا غير متعمد، ولا هو ما هو خلاص احنا توقعنا ان هو صفر اداره، صفر اداره. هل ينفع الكلام ده؟ طيب، مش كرة القدم بس، والطايرة والسلة واليد. حسين لبيب حسين لبيب ده اللي انا ما كنتش اسمع عنه خالص قبل كده، كان لعيب كرة يد. وهشام نصر
كان رئيس اتحاد كرة اليد في مصر، يعني ولعيب كرة يد. ونير الاحمر كرة يد، وعيلتها كلها الاحمر يد. اليد وقع من الدور العاشر. طب ليه؟ السله نفس الحكايه، لان جابوا ناس حطوهم مدربين، وجابوا عيال ناشئين حطوهم في السله واليد بالمجاملات علشان ما يعرفوش يلعبوا بعد كده، يوضعون زي كره القدم كده، زي اشكال زياد كمال ومصطفى شلبي والناس اللي جات لك بقى على مر الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول، ومحمد حمدي ومش عارف مهاب ياسر والشله دي كلها. ودلوقتي بقى في جايبين ايشو وميشو وراجعين سيف فاروق جعفر تاني اللي ساب النادي. حرام حرام اللي بيحصل في نادي الزمالك ده، عشان نادي في مصر عايز يبقى هو الوحيد لوحده. فالزمالك حله انه الفلوس، مفيش فلوس ينشف، وكل واحد فاسد يمسك مؤسسه في الزمالك. الزمالك واقع، مجلس الاداره ساكت ساكت. زيزو اتخطف منه، كانوا فاكرين نفسهم ان هم لما يشتموه يطلع بره، يعني الزمالك هو اللي هيبقى خلاص المنقش بتاعه. هو بيحب الزمالك جدا، هو هيروح نادي في السعوديه، هو هيجيب عرض في الكويت، سيبك منه هيرجع لنا تاني. راح الاهلي. زملكاوي مش زملكاوي، لو زملكاوي ما يقبلهاش على نفسه، لو زملكاوي ما يقبلهاش على نفسه. هتقول لي رضا عبد العال، رضا عبد العال لو زملكاوي صح ما يقبلهاش على نفسه. رضا عبد العال، بس رضا عبد العال يفرق ان المجلس قال له اتكل على شوف مصلحتك فين. لا مش هنجدد لك، دول ما قالوش كده. ورضا عبد العال لما راح الاهلي قال لهم، وكان في مفاوضات جاريه مع الاهلي مع رضا عبد العال علني علني، الناس كلها عارفاها، واحنا حتى كجمهور كنا خايفين ان هو ينفذ ويروح الاهلي. انما دوت لا 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 لا. زملكاوي ايه؟ الزمالك دلوقتي المخطط بتاعه انه يقف جنب الاسماعيلي، خلاص انتهينا. الاسماعيلي اتقضى عليه، برضه الاهلي وكاله الاهرام للاعلان الفتره اللي قعد فيها رئيس مجلس ادارتها كان هو رئيس مجلس اداره الاهلي، وكان الخطيب دلوقتي اللي رئيس نادي الاهلي كان هو الوكيل بتاعه، وكان وكيله في مجلس اداره الاهرام للاعلان. صرفت فلوس المال العام على الاهلي على اعلانات اللعيبه عشان تجيبهم، مش عشان يعملوا اعلان، عشان تجيبهم. ابو تريكه كان رايح الزمالك، عدى الشارع من الترسانه رايح الزمالك، هو محمد عبد الواحد. ومنه لله خالد لطيف من ضمن الشله اللي بتاعت مرتضى منصور، قال لك لا الولد ده تقيل قوي في اللعبه ما ينفعناش. الاهلي خد محمد بركات من بره، خد اسلام معوض، خد عمرو السوليه، خد احمد فتحي، خد مين تاني؟ عماد النحاس، خد نص فرقه الاسماعيلي. والاسماعيلي من مجلس لمجلس 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 لمجلس، مش عارف يجيب فلوس، مش عارف يجيب حاجه، مش عارف يجيب لعيبه. الموضوع انتهى. الاسماعيلي خلاص بقى زيه زي اي فرقه، بل بالعكس في فرقه اجمد منه خالص دلوقتي في الدوري. بيراميدز مش هيقدر عليه، لان بيراميدز عنده اداره قويه وفلوسه بركوم، مش هيقدر عليه. فيقدر عليه في الملعب بقى، ببلانتي، باوفسايد، بوقت ضايع عشان الاهلي يكسب هنا وهو يتعادل هنا، اي حاجه زي كده اللي حصل في ماتش فاركو اللي انا ما شفتوش، بس كنت واثق والله العظيم ثلاثه ان هيحصل حاجه، كنت واثق. بالتاني لكل مسؤولين الدوله لو حد بيسمعني، انا عارف ان الفيديو اللايف ده بيروح الزمالك، لو حد بيسمعني بس هم هناك زي شربت الخرد ما يهمنيش. انا بتكلم على لكل مسؤولين الدوله، لو سمحتوا لو سمحتوا ما تسيبوش الزمالك كده. الزمالك بيتخطط له مؤامره عشان يبقى زيه زي جدول الدوري، زي ما حصل امبارح او امبارح. ما هو التعادل دوت على اخر الدوري مش هيبقى في المركز الثالث حتى، هيبقى في نص الجدول، في نص التسعه، ويبقى كل سنه على كده. ما تتكلمش، حاضر يا فندم، اوعى تتكلم، مالكش دعوه بزيزو، ما مش عارفه ايه، ما تطلعش تقول حاجه، ما تعمل، ابعت للاتحاد الكوره اشتكيه.
هنجيب لك طارق حامد، خلاص هنجيب لك ناس تانية مع ربنا يسهل، ان شاء الله هتمشي باذن الله، ما تقلقش. حاضر يا فندم. ما هو انت البيزنس بتاعك خايف عليه انت وغيرك وغيرك. هو انت بتاع كوره؟ ولا هاني شكري بتاع كوره؟ هاني شكري ما بيتفرجش على كوره، ما بيحبش الكوره، تخيلوا. هاني بيرزي بتاع كوره. ان اكبر غلط ان الناس اللي عندها بيزنس تمسك مؤسسه كبيره تديرها عمل تطوعي، بقى هو هيفضل المؤسسه ديت على البيزنس بتاعه؟ او هو هيعمل كده؟ لا طبعا، بالجزمه، المؤسسه بالجزمه. هو السنه دي بيطلعها في التلفزيون وبيطلعوا في الاعلام وخلاص. واحد تاني بابا نويل قاعد في مكتبه ورجل اعمال عنده خزاين بقى عليه بابا برضه هو اللي بيحكم في الزمالك ويقول انا عايز ده وعايز ده وعايز ده. بقى انت عندك ايقاف قيد ومش عارف تجدد للعيبك، وبدل ما تجدد له وترفع ايقاف القيد عنك، كل المدخلات اللي دخلت الزمالك من البطولات اللي خدها الكونفدراليه وكاس السوبر السنه اللي فاتت، كان يخلص الدنيا دي كلها بما فيهم زيزو. بيع زيزو السنه اللي فاتت كان يخلص الدنيا دي كلها، لكن ولا كلمه حاضر يا فندم، ولا كلمه حاضر يا فندم. ها؟ ولا انت شايف اللي بيحصل؟ خلاص. وفي الاخر هيسيب النادي ويمشي ومحدش يقدر يقيله، وهم عندهم برود مش عايزين يكتبوا استقاله جماعيه. فبدل ما تعمل كده كنت جبت مدرب مصري زي طارق مصطفى، كان فاضي. طارق مصطفى كان عندك، عبد الحليم بسيوني كان عندك، مؤمن سليمان كان عندك، خالد ناسي اسمه، خالد ايه كان عندك. وكنت مشيت الزمالك، ولو كان واحد فيهم كان استمر النهارده كان الزمالك زمانه دلوقتي بينافس على المركز الثاني مع بيراميدز. انما جاي مدرب ما بتدروش المرتب بتاعه، خد نص شهر بس من ساعه ما جه وعليه الشهرين التانيين. طب انت حضرتك هتعمل معاه ايه بقى؟ ما هو بيرازيك. مش عاجبك الثلاثه اللي ورا؟ طب انا هلعب بالثلاثه اللي ورا، هتعادل او اتغلب. مش عاجبك مشيني واديني الشرط الجزائي بتاعي. وهم زي الجزم، انا اسف يعني، هيحطوا الجزمه في بقهم ومش هيعملوا له حاجه خالص وهيخلوه يستمر. دلوقتي بعد ماتش مصر، بعد ماتش امبارح بتاع البنك الاهلي، خلاص مجبرين يمشوه، واللي جابه يمشيه، اللي جابه يمشيه. نادي واحد عايز يبقى هو البطل. طب اقول لكم على حاجه، ماتش الاهلي اللي كسب فيه 5 حرس الحدود شتم مدينه بورسعيد كلها. جمهور الاهلي شتم مدينه بورسعيد كلها، وجمهور الاهلي قبليها في ماتش الانسحاب لما لعب لما ما راحوش الاستاد قعدوا يشتموا في الحكم والحكام والرابطه ولجنه الانضباط ولجنه الكوره واتحاد الكوره والدنيا والدين. حد عاقبهم؟ المفروض ياخدوا ماتشين بقى ما يخشوش. حد عاقبهم؟ الزمالك خد حرمان ماتشين عشان جمهوره شتم. طب فين عقوبه الاهلي بتاع بورسعيد؟ طب كامل ابو علي اتحرك، اللي هو خدام الخطيب اتحرك. ده انت عندك الماتش الجاي مع المصري قدام الاهلي، فرصه ان انت تبقى ما فيش ولا جمهور ولا واحد يخش جمهور الاهلي ما اتكلمش. فخلاص احنا بقت حاجه قرف يا جماعه، والله بقت حاجه قرف. احنا قرفنا من كتر الوساخه ما بتطلع، بتحس ان انت خلاص في مستنقع زباله اسمه الكره المصريه. مفيش كره في مصر بسبب النادي الاهلي، مفيش تحكيم في مصر بسبب الاهلي، مفيش لجنه انضباط في مصر ولا لجنه ولا رابطه انديه ولا اتحاد كوره بسبب الاهلي. منظومه فاسده في مصر، وبالتالي مفيش منتخب مصر، وارقام فلكيه اللعيبه ما تسواش
تمن الرقم ده، ما تسواش تمنه. انما اهو فلوس بالرز. بعد ماتش الانسحاب والزمالك طلع بيان ان هو مصمم على تطبيق لائحه على الاهلي، خزاين علي بابا اتفتحت بتاعه طال عمره وبتاعه ابو موكب كبير. خزاين علي بابا ده الاهلي بيفاوض محمد علي بن رمضان من سنتين، مش عارف يجي مش قادر عليه. مضاه فلوس. الاهلي عايز يجيب تشافي يدربه، تخيلوا عايز ياخد 6 مليون دولار، والاهلي بيتفاوض معاه على 4.5، والباقي يديله اعلانات ونسبه نسبه في بطوله افريقيا، ونسبه لما يوصلوا كاس العالم، ونسبه لما مش عارف يعدوا الادوار الاولى، ونسبه في بطوله المحيط الهادي وبطوله المحيط الاطلنطي. دنيا. انتوا عايزين تبقوا كده؟ الجمهور اللي بيشجع النادي ده، هو انت عايز تبقى كده؟ عايز تبقى جمهور بتكسب بالحرام وبس؟ الدوله بتسندك. بلاش الدوله مالهاش دعوه. الدوله عايزه الكره المصريه تبقى فوق. مؤسسه الرياضه في الدوله بتسندك عشان تكسب وعشان تبقى انت البطل الوحيد. طب ما خلاص فاتوا الدوري الاهلي وخلاص، والزمالك ما لعبش في الدوري خالص ولا اي فرقه ثانيه. هو يخش الدوري ويكسب. يكسب مين بقى؟ يكسب 3 4 فرق معاه وخلاص على كده بس. انما ليه؟ ماتش المصري انا كنت عارف الزمالك هيتعادل، رغم ان في بلنتي للزمالك ما اتحسبتش عن عمد. طيب الماتش اللي بعديه بتاع البنك الاهلي، جايبين جون في 40 ثانيه، ماشي زي الفل. الشوط الثاني الزمالك كان وحش مبدئيا، بس الشوط الثاني كوره مرفوعه في 18 الزمالك، ناصر منسي اللي مظلوم على النادي ده ينط مع الولا يا انور، يطلعها بدماغه. الاتنين كتفهم في كتف بعض، لا في شد ولا في جذب ولا في هاند بول ولا في حاجه خالص، والكره تترد نص الملعب، تطلع في تلت ملعب البنك الاهلي. يا انور يعمل فاول مع عمر جابر، ويقعد على شويه على الارض، وبعدين يقوم يتعالج ويقوم، وبعدين يحسب فاول على البنك الاهلي، والفاول يجي يتلعب يقول لك بس الفار يقول لك تعالى. ما هو عايزين يعملوا اي حاجه. تعالى حكم شوف اللعبه دي، كان في لعيب كده لابس ماسك كده نط مع واحد تاني. شوف كده القصه دي عشان دي بينالتي ان شاء الله باذن الله، ربنا يسهل. يروح الحكيم يحسبها بينالتي عشان الزمالك يتعادل. طب الزمالك يكسب الشوط بعديها في الدقيقه كام؟ 92 ولا 91 بالجون الباكورد بتاع سيف الجزيري، عشان النوايا السوداء والقلوب السوداء اللي في الزمالك وفي مجلس اداره الزمالك. خلاص تترد الكره هجمه عليهم، عواد يصدها والتاني يكملها في راسه في الدقيقه 93. لو ربنا مبارك ما كانش حصل الكلام ده. كده الزمالك بعد خلاص، بعدوا الزمالك، فاضل بقى بيراميدز. فانا بقول لك اهوت نادي الزمالك ال3 بونت يروحوا البيراميدز، ويبقى ما فيهمش ذكر لو ما عملوش كده. يعني النادي ده يستاهل ان بقى وخلاص وساخه بقى، وقله ادب وعدم مبادئ بعدم مبادئ وتنازل عن حاجات كتير. المهم ان دوت ما ياخدش الدوري. هو كده هيوصل كاس افريقيا خلاص، وانت لو ربنا كرمك وهداك وزعق لك نبي، ممكن تبقى في المركز الثالث او الرابع تخش الكونفدراليه، ودي مشكوك في امرها برضه. هتسيبوا الزمالك كده؟ حرام على الجمهور دوت، كل يوم ينام متنكد كده. حرام. هو عارف ان فريقه والنادي بتاعه بيتاكل على وشه عن عمد، ومن جواه قبل براه. نقول يا مرتضى منصور فين ايامك يا مرتضى منصور؟ تبقى مصيبه سودة ان نار مرتضى منصور ولا جنة الناس دي، ويرجع تاني والكراسي والترابيزات تتمسمر في النادي، واللي يتكلم ويحرك بقه من لغه الشفاف ياخده يشطب له عضويته. عزبه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
الحمد لله. حسبي الله ونعم الوكيل. كل جمهور الزمالك يتحاسبن على اتحاد الكوره وعلى الاهلي وعلى الاثنين اللي بيساعدوا الاهلي فاتحين خزاينهم وعلى رابطه الانديه وعلى كل المؤسسات الرياضيه في مصر. هو ده الوحيد، هو ده الوحيد. وما نشوف هتعملوا ايه في زيزو. هيسافر، عقده ينتهي بنهايه الموسم، نهايه الموسم في الكاس يعني 5/6. هتعملوا ايه بقى في دي؟ هيسافر يعني في تواطؤ، يعني محدش هيشتكي، صح كده؟ منكم لله. السلام عليكم.